بقى السلطة يا جماله، جمال الرز. لو وصلتوا من لحد هنا متنسوش تحطوا لايك واشتراك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد ومواصفات جديدة. وبشكركم جدا وربنا يخليكم ليا. وطعم السمك جميل جدا ما شاء الله. بسم الله، اللهم صل على النبي. بصوا بقى، جبت سمك مكاريل عشان خاطر اعمل بقى ايه، انضفه بقى كويس كده، طلع كل اللي في بطنه. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تحطوا لي لايك. انا هنا عصرت ليمونتين، تمام. هنا معايا دي انا بفرم فلفل احمر على توم وكيسين 3 كده، احطهم عندي في الفريزر واحط علبه كده على رف التلاجة. احط منها على البتنجان، على السمك، على اي حاجه. وده فلفل اخضر، ده طبعا فلفل على توم. ممكن تحطوا هريسه زي ما انتوا عايزين. قرن سبايسي كده، 4 فصوص توم فريش. وهنا في الهريسه في التوم ده، وفلفل اخضر. وهبتدي ايه اتبل. هنا معايا هنا وعصرت ليمون طبعا، وملح وكزبره، ودي بهارات سمك وكمون، مفيش اسهل من كده. واروح بقى حاطه بهاراتي الجميله دي كده في الكبه، واروح فرماها مع بعض. احط بس حوالي 3 معالق كده من الزيت علشان يطروا معايا السمكية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كده معايا بقى 3 سمكات. ده سمك ماكريل، انا غسلته وفتحته. بصوا انا يعني سوي عليا فعلا. انا المفروض اي سمك سنجاري يتفتح من الظهر مش البطن، بس انا كنت فاكره هعمله حاجه تانية ف اتلخبطت. طبعا هنبتدي نتبل السمكيه. لازم السمكية تتبل، السنجاري يتبل يا مروة. ايوه لازم يتبل، تحس ان انتي بتاكليه بشوكه كده، يبقى طعمه خطير. كده نبتدي نتبل كله، مش المكاريلي بس، اي نوع سمك تقدري تعمليه سنجاري، البولتي، البوري، اي نوع سمك تقدري تعمليه سنجاري. انتي غاسله خضارك في البيت وانتي اللي عاملاه كويس وضامنه نتيجته وكل حاجه زي العسل. مش قادره اقول لكم ريحه البهارات بقى، والله العظيم تحفه. تبليه كده ما شاء الله، اللهم بارك. تبلت السمكية جميلة ما شاء الله. وايه هسيبها بقى في التتبيلة دي يعني حتى ربع ساعة، وهنبتدي نعمل مع بعض بقى الخضار الجميل ده. يلا بقى نبتدي نعمل حشوة السمك. انتوا اللي عايز يعمله ني في ني يقدر، اللي بيحب الخضار يقرش شوية، اللي بيحبه يعني ما يبانش فيه يديله الصدمة ده. عند البصل بصوا كل حاجة تكون عالية، النار تكون عالية. أنا مش عايزة تنزل ميتها، أنا عايزة أديها صدمة بس، ومش عايزة أسويها. أنا عايزة القرشة اللي فيها بس تروح شوية. اديت تشويحة كده البصل، هنزل عليه بالفلفل. خلاص خلاص، خدوا بالكم إن أنا بنزل كل حاجة، مش كله مع بعضه، كل حاجة كده، وبعدين أنزل حاجة تانية. بعدين هنزل بقى بالطماطم كله كده، بعدين الجزر مبشور. بصوا الوان الخضار قد ايه جميله ما شاء الله. احفظ. نزلنا بالبصل، بعد كده نزلنا بالفلفل، بعد كده نزلنا بالطماطم، بعد كده نزلنا بالجزر. انتوا بقى بقيه التتبيله بتاعت السمك دي هنزل عليها هنا. الحركه دي بقى هتخلي طعم الخضار جدا وتخلولي تحفه. يا جماله يا جماله، يا تكاته يا حركات، ريحته طلعت تجنن فعلا. هنبتدي بقى ندهن الصينيه. ايوه لا عشان ما تلزقش بس.
السمك عشان ندهن شويه عشان ما يلزقش تحت كده، عشان ما يلزقش السمك. اصل هو باين عليه بيحب السمك. هنبتدي بقى نعملها بقى حواليها كده، كل واحد حتى تطلع بقى شكلها شياكة كده، كل واحد حتى في العزومات او اي حاجة تطلع تجنن ما شاء الله. هنعمل بقى التانيين وارجع لكم تاني. هنبتدي بقى نحط الخضار كده. طبعا تقدري تقطعي التقطيعة اللي انت عايزاها، اللي انت عايزاها تقدري تقطعيها. والله يا جماعة ريحته خطيرة ما شاء الله. يعني عمرو بيقول لي ماما انا اشتهي السمك، يعني اشتهي لتناول السمك. اشتهي لتناول السمك. شوية بقى من عصير الطماطم كده يدينا اللون الجميل كده. لا كل واحدة على بس مش هنكتر كتير. قلت لكم بقى ان انتوا تقدروا تعملوا اي نوع سمك انتوا عايزين، واي نوع سمك. يعني اعذروني انا سوي عليا قلت لكم وفتحته من بطنه، لازم يتفتح من الظهر. تمام كده، حلو الكلام حلو الكلام. هنعمل ايه كمان؟ معلقتين الزيت بقى اللي فاضلين معانا دول هنحط على كل سمكية كده من الزيت. طرينا السمكية كده وتنعنشها معانا. طبعا مولعة الفرن على درجة حرارة 200 اول ما ابتديت، والليمون بقى كده يدينا بقى شكل كده لذيذ ولطيف. انا شغلته بقى الفرن، انا هشغله من تحت. الفرن السمك ما بياخدش سوا خالص، كبير قوي حسب طبعا السمك كبير عندكم قد ايه. هحطه بقى في الفرن، مش هولع الشوايه فوق، من تحت بس كده. هو تقريبا ده السمك ده ياخد معايا مثلا ربع ساعه واطلعه لكم بقى، وتعالوا نعمل مع بعض شويه لوز اللوز. وكده قطعت بقى البصلايه وحطيت لها شويه زيت. انا عايزاها بس تكون بني، ما تكونش تسود جامد علشان ما تحرحرش بقى على صدرنا وكده. ارجع لكم تاني بعد ما تحمر شويه. انا مش عارفه الزيت والله بيعمل رغاوي كده ليه. بصوا كده بقى لونه بني جميل. هنزل عليه بقى بشويه من الجزر المبشور كده. الجزر بيقوي النظر كده. اقلبه تقليبه ورشه قرفه بقى. الناس اللي ما بتحبش القرفه ممكن تحطي كاري عادي برضه، وممكن تحطي كاري وقرفه. ريحه القرفه بقى تطلع كده ياه كده تشويحه بس ريحه السمك ما شاء الله. وشويه الرز بقى غسلهم تصفيهم كويس، نديله بقى تقليبه وحطله بقى شويه ملح، يعني معلقه كده صغيره. اقلبه بقى لحد ما يتشمع كده عشان يبقى مفلفل معايا. له بقى ميه مغليه بصوا ما شاء الله رز مفلفل وخطير ما شاء الله، ريحته تجنن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بقى السمك طلع من الفرن، هو خد تلت ساعه. هو هيكون طعمه ايه يا ماما؟ هتدوقيه يا رورو دلوقتي. والرز ما شاء الله. بصوا بقى تقدروا بقى تاخدوا السمكية كده قدامكم بقى في طبقكم. يا حركاته. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك واشتراك وشوية السلطة بقى جنبه. فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. خطير خطير فعلا. دوقي يا رورو شوية بقى السلطة. يا جماله جمال الرز.
لو وصلتوا من لحد هنا متنسوش تحطوا لايك واشتراك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد ومواصفات جديده. وبشكركم جدا وربنا يخليكم ليا. وطعم السمك جميل جدا ما شاء الله. طبعا انا نسيت ارش رشه الكزبره ورشه الشبت. رشيت رشه كزبره كده من فوق. والخضار احنا غاسلين. الف هنا يا رورو. والخضار احنا غاسلينه وضامنينه ومش هتشتروه تاني من بره صدقوني. الف هنا.